يا سيدي، قلنا السلام عليكم. اليوم من هالحال أمسية طيبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. برشا مساجات يجيوني من مواطنين مواطنات عايشين في الغربة، ناس قاريين ومثقفين ومسؤولين يحبوا يدافعوا على تونس عن طريق ما يسمى لوبي. معناتها بار لوبي تنجم اللي لوبي كي ديفوند إسرائيل مثلا، فما دي لوبي معناتها معمولين حاجة رسمية وقانونية. المشكلة اللي لوبي تحب لهم برشا فلوس، ولذا كي باش تدافع على إسرائيل تاخذ برشا فلوس. أما كي باش تدافع على تونس شكون باش يعاونك؟ رجال الأعمال التوانسة، السفارة التونسية اللي الميزانية كمان ما خلت فيها شيء النهضة. اللوبيات يتعاملوا للحاجة باش يوصلوا للهدف نتاعهم، كما اللوبيات اللي قاعدة تخدم في تونس مش ضد قيس سعيد، لا لا، يخدموا ضد الشعب التونسي باش يرجعوا السيادة للاتحاد الأوروبي ولا الكاهن الصهيوني يزيد يحكم فينا. وقت اللي تحب تعمل لوبي في بلجيكا في الاتحاد الأوروبي يا مدام، ولا أي بقعة، يلزمك بيرو ويلزمك بيرسونيل ويلزمك لوجيستيك. هذيك ما يعطيوهلكش في الاتحاد الأوروبي. يعطيو اللوجيستيك اللطفي العبدلي زاد واحد خامج مسخ يشرب في قهوه ويسب قيس سعيد، ياخذ لجوء سياسي ويعيش صغاره ويسب تونس ويسب الشعب التونسي. اللجوء السياسي هذا رفيق بوشلاكه بير والله مصلي على النبي سارق مليار وما قالوا له حتى شيء. اللوبيات اليوم في اسرائيل وفي قاعدين يحاربوا باش نتنياهو ياخذ اعفاء رئاسي. لوبيات من امريكا، ضغوطات ترامب باش يتكلم على الرئيس نتاع اسرائيل باش نتنياهو ياخذ عفاء رئاسي باش ما يتحاسبش في المحاكم. قاتل الارواح ريشيرشي بار لا كور بينال انترناسيونال. الاتحاد الاوروبي كي يتعدى ولا يمشي يزور اي بلاد ما يوقفوهوش وما يطبقوش القانون. الاتحاد الاوروبي 70,000 روح خلي التدمير وكل شيء، الاتحاد الاوروبي ما يتكلمش عليه. و18 سنه حكم يحب يزيد 5 سنين. معناتها اذا تكون انت يهودي ولا تابع اليهود، استدير كما بن علي ولا الله يرحمه ولا كي رئيس في افريقيا اللي 84 سنه ومن زاد رئيس، سي بون، مش مشكل. اما كان قيس سعيد باش يزيد نوتر موندا باش تاكل بعضها وش يخرج جواك الحقوقيين. شنو اللي قاعد يدمر في تونس؟ مو قلنا راهو العدو في داخل الصفوف من الشعب. على خاطر لو كان جينا نحن متحدين وماخذين موقف، مش باش نوقفوا مع قيس سعيد، لا لا، ناخذوا موقف اللي تونس بلادنا، وطن، أرضنا، ونحن 12 مليون يزلنا نهار نوقفوا التيار، نوقفوا المشاكل هذه ونلقاو حل. الحل قالوا لنا الطحانة متاع عبير موسي هي خطيها، الطحانة متاع عبير موسي وبرشا احزاب وجماعه في وسط الاتحاد قالوا لنا راهو بعد قيس سعيد باش نحاسبوكم واحد واحد. معناتها لا مجال للحوار، لا مجال للحوار. هذوما على خاطر تونس حكايتها فارغه. حمل همامي من ناس اللي في بعض الدول كانوا يتحاسب ويتحاكم، ولا المخابرات لابد في بالها بالتقارير اللي تبعث فيها محمد للأحزاب. فما حزب معين شيوعي في بلجيكا على العنصرية التوانسة ضد الأفارقة وعلى عنصرية قيس سعيد. لو جارديان، اتونسيون، لو جارديان دو ميلوني قالتها أخت سنية تهماني في فرانس 24. معناتها الحرب هذيك لو حما وغيرهم يصبوا في تقارير غالطة للأجانب، للأوروبا. أوروبا هنا عايشين فيها،
où les gens, ils sont sensibles. Ils n'aiment pas qu'on soit raciste. بالرغم هما ce sont les plus grands racistes. ناسين غزة وناسين الشعب المسلم. الشعب الأوروبي عاطفي ياسر ويدخل كل شيء في قلبه. وقت اللي حما بريزيدون دو بارتي يكتب البارتي آخر في بلجيكا ويقول لهم قيس سعيد c'est un dictateur ou c'est كذا وكذا, c'est ça que l'on aime entendre. وان بلوس لي لوبي اللي يخدموا ضد تونس وهذوما عندهم تمويل, عندهم بيرواتهم في الاتحاد الاوروبي. كيفاش ينجح لوبي؟ بالتمويل. المصمودي عنده بيروه وين؟ في الكونغرس. الكونغرس اللي هو زاد حتى كان ترامب ولا غيره عندهم كلمه. وعندهم دي لوبي اللي يخدموا ضد قيس سعيد. وسامي اللوبيات اللي يخدموا ضد قيس سعيد كلها يهود. des juifs américains et les juifs tunisiens, c'est le Dilou, c'est le Nahda, c'est le Masmoudi. يهود يتعاملوا مع اليهود ما عندهمش لا دين لا مله ولا حب الوطن. دونك حما كان جيت في بلاد اخرى والله يطيروا لك لاشق. القوانين الصعبه باش تعمل لوبي انت في الاتحاد الاوروبي باش تدافع على تونس. ديجا اصحابنا اللي يتكلموا في فيسبوك وقعت لهم تتبعات عادليه من طرف الجزيره في فرنسا. هاي تصوروا. ويقبلها الباركي اقبلها. اللوبيات هذه قاعده تخدم ضد بلادنا, اما اللي قاعدين يخونوا في بلادهم هي العائله هذيك نتاع اضراب جوع وبوهم ماكل نهار كامل هكا. حما تبارك الله عليك تخدم في خدمتك. اما ان شاء الله باذن الله نحن قاعدين نتبعوا فيكم راه واحد واحد, وكل مره نهبطوا حاجات. تمويل الصحفيين من طرف الاتحاد الاوروبي ماهيش كذبه, حاجه قانونيه ورسميه. انا علاش نتخصص على عميد المحامين كي يقول التمويل الاجنبي ماهيش مشكله؟ عندي انا المشكله يا عميد, على خاطر التمويل الاجنبي. الصحافي التونسي اللي ياخذ تمويل من الاتحاد الاوروبي باش يقول فيها على قيس سعيد ولو ما عمل لك حتى شيء انت يا عميد. انا مانيش فاهم علاش ما تحبوش, ما تقوليش ما تحبوش. وعلاش حمس عمل لك قيس سعيد؟ ايش عمل؟ لا انتم مجبورين صاي بعتوا الواسع اللي عطاوا رقبتهم للخيانه وما عادش ينجموا يوخر. خاطر كيما نحن قاعدين نبرشوا ونلقاو في دوسيات, هما الدوسيات التقارير هذوما هما حاجتهم بهم باش نهار تلي حما ما يوصلش النضال نتاعو. النضال طحان نضالي ما يوصلش النضال نتاعو. الدوسيات كلها تهبط في الصحافه. كيما بن علي مشى معاهم في الخط 24 25 بدا ما يحبش يسمع الكلام, نحاو 14 جانبي. شكون حطوا واحد بيه ما يعرفش يقول كلمتين باللغه الانجليزيه, اما اللي سماه شيخ كان يعرف يختم القران. هو وهذاك 25 سنه يسبوا له بالقمع كيفاش باش يخرب تونس. وصل الاتحاد الاوروبي فيهم بلاد اسمها المانيا عينت وزرها مع النهضه. في بالكم عاد الناس الكل هالناس اللي هبطوا للشارع البارح الأقلية والحمد لله أرخص عباد أقلية عندهم الصحفيين اللي تمويلهم من الدول الأجنبية من الاتحاد الأوروبي. وبالمثل أنا نحب نعرف الصحفيين اللي سبوني الكل. خد عنا الشرفاء نحكي على الصحفيين اللي هما كتشبال ونهار كامل قيس سعيد ديكتاتوري. علاش ما جاوبتونيش وكذبتوني في التمويل الأجنبي؟ تمويل الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو المرة الأولى دفعة, ومن بعد 5.6 ملايين يورو, وكل شيء مكتوب. خاطر الاتحاد الأوروبي سي دو لا بيروقراسي, et dans la bureaucratie كي حاجتك بدوسي يا صحفيين عنا دوسيات ولا هبطوا للشارع هذوما عكس نتاع الصحفيين الشرفاء
كيما السيد حطيته مرتين اليوم الفيديو نتاعو اللي حكى على فيينا 1961 1961 كما حكيت لكم سنين الله وقت بديت ننبه على عبير موسي رد بالك راك فت فما قوانين لا نومنكلاتور لو بروتوكول دبلوماتيك هو قانون معناتها سو دي لوا اللي تعاملت 1961 صحت فيها تونس صحت فيها امريكا. بورقيبه اش عمل وقت سفير امريكا في السبعينيات يظل قبل حوادث قبصة او بعدها بشوي مشى يحوس السفير هز مرته وهبط للجنوب التونسي رجعوه وكلم الدار البيضاء وقال لهم راوش نسكر صفارها وما نحبوش بيرسونا نون جراتا تعرفوها اللونجاج دبلوماتيك. بورقيبه اللي البعارير اليوم البعارير يحكيوا على التدخل الاجنبي باش يجيبوا المحكمه الاوروبيه وباش يعملونا وباش تشاكي بينا على النهضه على نجيب الشابي وغيرهم اللي اليوم متركزين مع الجزيره وفرنسا 24 واي الاتراك ديك بريهوت الاتراك والقطريين والاماراتيين والكلاب سوق والعربيه وكلهم يتبعوا ويحبوا عليه مريت حتى ما 20 ميكرو ما فماش حتى ميكرو نتاع قناه معناتها نوتر كلها ما فماش تونسي اليوم تمشي لاي نقطه معناتها ابعد بقعه في الريف في تونس وتقول لهم الجزيره يعرفوا شنو هي الجزيره. اي دونك قنوات الخونه تخدم على الخونه ويا حما نعاود لك خلاف ديل وعندي انت راك 50 سنه رئيس حزب كيفاش قعدت الايامات هذه كل 0.0 ومازلت تتكلم وتزيد في الكلام. المشكله فما مده معينه والاتحاد الاوروبي اعطاكم شويه تنفيس وخليكم تحكيوا عن النهضه كما تحبوا ومن بعد جاتكم كبسه قلت لكم non c'est fini maintenant on a un grand problème c'est l'intégralité d'un président on n'arrive pas à le tenir on n'a pas le dossier des Trablsir sur sa femme tout ça on n'a pas le dossier que c'est une personne qui est devenue en 6 mois un capitaine mais les dossiers هذه كلها ما عندهاش على قيس سعيد والمعارضه التونسيه وحما هم كلهم ما عندهمش حتى شيء على قيس سعيد. دونك شيزمهم كوا سامحوني يلزمهم يطلعوا حكايات العنصريه قداش خفت عليها العنصريه على سعديه مصباح كب سعدها كي تفاجئنا وكي تكلمنا والحمد لله دريال تفرجوا فيها 900,000 المرأة هذه هي اللي حلت الباب نتاع التونسية وتحكي على العنصرية. لون القشرة في تونس عندنا فيه مشكلة ولينا عنصريين بالتصرف نتاع الأفارقة وسي نورمال كي رئيس دولة يقول لك لا ما يلزمناش نتخلطوا بالرجولية. ناس جايين من الغيب شقوا الصحراء 3 سنين جابوا 4 صغار و3 صغار كي الارانب معناتها كي الكونغورو يرضع ويبدا عامل صغير باش الله لا يقدر تصير حاجه تولد الثاني فيسع. هذو الناس يزلنا نقبلوا الافارقه وقت اللي نجيو نشوفوا اخترنا متفدليك برنامج الافارقه للوصول نتاعهم الى تونس. يكب سعدك يلي ماكش راجل يا حما ويا كمرت نوار الدفله وكلكم اللي قلتوا قيس سعيد هو السبب الاولاني نتاع الحرب هذه. فما اسم تعرفوه الكل اول رئيس في فرنسا دخل في قلبه وفي داره توا عنده في ساقه براسلي ما يخرجش بعد 9 متاع الليل. نيكولا ساركوزي ترحيل الافارقه شعمل كي قتلوا القذافي
في وسط 2.5 ملايين عمال أجانب في ليبيا. فما توانسة وفما مصارى فما سريلانكا وفما كذا. أما الأغلبية هما 2 ملايين لا فارقة اللي جابهم القذافي ببرنامج دو كوبيراسيون انتر افريكان. قتلوا القذافي على خاطر حب يعمل لك الدولار الافريقي وحب ولقاو الحل باش يوقع الهجوم الافارقه في اوروبا على خاطر اليهود ويلزمهم يخربوا الاتحاد الاوروبي يفرقوه الافريكانيزم. شوفوا لي بوبليسيتي كل يوم تشوف بوبليسيتي ما فماش بوبليسيتي تقول عليها الاتحاد الاوروبي فيها 256 مليون نسمه و13 مليون فارقه وهم ما يفوتوش ال 10 ملايين. يلزمنا نشوفوا وجوههم في البوبليسيتي في كل بوبليسيتي. هذيك سي لو لافاج دو سيربو سيونيست وهذاك باش بدات هو فارقه. من بعد تبارك الله سبحان الله باش نحكي لك الكلاب حاشاكم ونفهم الشعب التونسي الشاف المرنة نتاع وصول الأفارقة إلى تونس. فك الوقت في المالي في البوركينا فاسو في النيجر. مالي كالدولة اللي فرنسا نهبت الذهب نتاعها خلاها هي ثالثة في العالم ما تنتج ذهب وعندها أكبر ثروات ذهب لا تروازيام موند. الدول هذم جات فرنسا تحميهم من الإرهاب وفجأة تقوى الإرهاب كما الاتحاد الأوروبي حطت لنا النهضة والمخابرات الأوروبية والمخابرات التركية ولا تونس كوري زاد الإرهاب هكا ولا بعد 25 جويلية وينو الإرهاب هذا. وكما جاش الأمن يخدم ليل ونهار ماذا بيهم على 4 ضربات كيف هناك لطف. أما شنو اللي صار في السو كونتينون أفريكان؟ لا فامين لو تيروريزم ومن بعد جات سبحان الله سعدية مصباح والجمعيات التونسية وجمعيات الاتحاد الأوروبي. Venez en Tunisie. La Tunisie, ce n'est pas l'Europe, mais c'est un pays calme. كيفاش فهموني كيفاش 100,000 الأفارقة يوصلوا في المغرب والجزائر وتونس ويشقوا الصحراء اللي كان تحبوا تعرفوا les distances qu'ils n'ont pas courues c'est 6400 كيلومتر بعد منهم على ساقيهم. اي ما لا مشاو على ساقيهم لا وكل كمان اللي معبين بالعباد يشقوا الصحراء بجي بي اس لوجيستيك. الجيش المالي ولا اي جيش النيجر يجي يحب يوقف التيار هذايا. Les djihadistes ils ont attaqué l'armée malienne, l'armée nigérienne. Et l'armée française qu'est-ce qu'elle faisait? أنا نقول لكم l'armée française qu'est-ce qu'elle faisait. C'était le support logistique باش le maximum نتاع فارقة يخلطوا. وهذا حما يعرفها الكلب ديلو يعرفها عميد المحامين. علاش نسميهم؟ خاطر كلكم تعرف والاتحاد يعرف اللي هو عمل فرع نتاع فارقة كلهم يعرفوا اللي الأسباب نتاع هذايا الوصول لفارقة في تونس هي حاجة ما كانتش مبرمجة. هي قتل القذافي وهجوم لفارقة ومن بعد الإرهاب وهروبهم لوين جايين تونس ويعرفوهم الكلهم اللي ما همش ماشيين. كي وصلوا في جيل صفاقس تلموا عملوا علامات بتاع بلادهم شيء توغو شيء سنغال شيء كذا. سنغال كيفاش يخلطوا سنغاليين لتونس؟ أنا هي أقرب بلاد هي المغرب. السنغال تشق موريتانيا وتوصل المغرب. السنغال معناتها يشق النيجر ويتعدى يشق النيجر كبيرة راهي قد فرنسا اتونسيون واحد باش يوصل تونس والجزائر. يا اخي في بالهم نرضعوا في صبعنا كي نحكيو على ملفات كي نحكيو على حاجات اللي خربوا بلادنا هما التوانسه اللي حلوا لهم جنة الدراع هي التوانسه.
اللي هم اللي عيطوا يسقط النظام، اللي عيطوا يسقط قيس سعيد، اللي هما يسميوا الامن ارهابي وقت اللي هما محميين من طرف الامن باش ما ناكلوا لهمش قلبهم باللغه العربيه، باللغه الدارجه. سامحوني، معناتها من لخ النار الله لا تبارك لهم. ايش باش تعمل معاهم؟ هذه الناس لا خافت ربي، لا خافت بلادها ولا خمت على اولادها، لا خموا على اولادهم. لكن المكبوب الصعد الموميا توتون كامون، لا توتون كامون أشب منه كموميا، هذاك أبو جوهر بن مبارك يدعم في ولده باش يوصل الإضراب، معناتها يحب يضحي بولده على خاطر عنده بونته مع قيس سعيد. وقت اللي أنت بو جوهر بن مبارك تعرف ولدك اشتغال وتكلم على النهضة ومن بعد ولا مع النهضة تقبل ولدك يكون خاين؟ كيفاش هذا اللي مش راجل عندي كلب سوق يقبل اللي ولده يحكي مع السفراء كحاجة عادية وحقيقية وقانونية؟ أنا يغيبني عميد المحامين كي نسمع الكلام اللي يقول فيه على الجمعيات وعلى كذا، على خاطر هو اليوم يسمك تختار بين الشعب وبين أعداء الشعب. أنا مانيش ضده، مانيش منجمش نحارب، مانيش نحارب فيه، نحب نفيقه شوية لأن احنا فقنا ماناش نرضعوا في صوابع. في أوروبا الاتحاد الأوروبي يخلي لوبيات اللي تعجبهم يتكلموا وياخذوا بيروات، أما كي حزب من الأحزاب الأوروبية ياخذوا تمويل من طرف روسيا والصين الشعبية، اش تولي الحكاية؟ نو، espionnage industriel. Vous êtes en train, vous soutenez Poutine, un dictateur. À la خاطر pour les Russes, Poutine n'est pas un dictateur. Et aux yeux de d'Ursula ou de Tahan Macron, le sale juif sioniste, ou aux yeux, un dictateur, il peut devenir très gentil s'il travaille pour eux. المثال سوريا قاتل الأرواح، هو اللي دعم حكاية الباتاكلان، فرح بها وخرج معناتها قال الله أكبر انتصار الإسلام في الباتاكلان، وقت أنا ماتوا فيها توانسة ومغاربة وماتوا فيها 160 ما يعرف من شيء من القضايا ومن كل شيء مات. اليوم السيد هذا رئيس إرهابي، رئيس سوريا، يقبلوا فيه كبطل ولا باهي وما عادش قاتل الأرواح وما عادش مبصر. وهكا علاش كي رفيق بوشلاكة يقول لك قيس سعيد ياكلوه، بس نورمال يحبوك انت، انت يلي سارق الشعب فلوس وتحكي. وكي نجي نعمل كومنتير في الباج نتاعو دكتور رفيق بوشلاكة ما نجمش نسمي اسمه، كونترول لي كومنتير، اي لا لي كونت فيرويي كونترول لي كونت بانكير، اما ما يسالش. باش نكمل تري سامبل سهل ماهر. شوفوا في كل فيديو نتاع جماعة عبير موسي خاصة الاخر اللي طالب باش ترامب I'm going to Trump pray I want برلمان اوروبي، معناتها الراجل ما نعرفش يعمل وش يستعمل ولا كلي سيز اكتيفيتي. راجل طالب العالم الاجمع باش يتدخل في تونس. شوفوا حاشاكم كبان الصعد اللي خلاه. شوفوا بو جوهر كي يخرج ويتكلم، شوفوا المقالات نتاع الشعب التونسي، شوفوا طبوبي قد مره في لي كومونتير تصوير سارق عجل، يا خاي يا اللي بيك يا اللي عليك. ايش معناتها؟ فيسبوك لي كومونتير في فيسبوك يخليوك تعرف الوف الكومنتات كبان الصعد. نحن يجيونا كعبات راهو يسبونا، اما كي نساو رجال يعطوهم الحس كعبتين شكون سلموا اللي كونت فيروي. الضعف نتاع انا كي مراه تعمل كونت فيروي سي با ان بروبليم، خاصه كي ينجموا يقلقوا. اما راجل كراجل يا ابو قلب يلزمك تكون تقبل
تقبل على الأقل تعمل في حاجة باش تدافع على لله، ولا باش تدافع على سيدك، ولا باش تدافع على كذا. لا، اللوبيات هي تنجم تكون حاجة باهية وتنجم تكون حاجة خايبة. اللوبيات ما غير حما وما غير المعارضة الخاينة ما ينجموش يخدموا على رواحهم. يصب في الصبة. انت يا حما هكا باش نحط لك دوسي، وان شاء الله النيابه العموميه خاطر كي تحكي تصب تقارير نتاع العنصريه نتاع التوانسه ضد الافارقه وكذا، معناتها انت تبعث في المخابرات، تبعث تعطي في ديفولك ديزانفورماسيون فوس، وتخيب في صورة تونس، يخيب وجهك يا طحان يا عم الله عليك. والله كان شدك انا في الشارع التونسي، والله كي تبدا دايرين بيك 10 بوليسيين، على خاطر الشيء هذا ما يتقبلش. دونك اولاد الصبايحيه والقوميين، ولي زوموسيكسويل زاد عندهم كومبلكس، ماذا بهم يعيشوا في كيما فرنسا، فهمت، مان لا مان. هذوما الكل ردوا بالكم. 17 ديسمبر الشعب التونسي قالوا لي ما همش شاهدوا برشا، وما اللي هابطين ما خانوش بلادهم يدافعوا على تونس. ونساو حكايه فارينا وندافع على قيس سعيد، لاني بكل صراحه حتى رئيس اخر يكون عنده نفس السي في، تعرفوا السي في كوريكولوم بتاعي، كوريكولوم بتاعي نفس، يكون عنده نفس الكوريكولوم بتاعي كيما قيس سعيد، يقري اللهم صل بيه، يخاف ربي، فيديل سفام، ماهوش وكذا. جيبوا لنا واحد كيفه، انا كيفاش تحطوا لنا حما، ولا واحد قال مدام دهماني، ولا الاخر قال عبير. عبير ما تنجمش تشد روح باش تولي تلعب لنا كاريه في وسط البطحه نتاع كرتاج، ولا تعيط لحباب نتاعهم تعمل لهم سواري كفتاجي وكسكروتون. لا 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 لا، نحبوا على ناس عندهم سي في وعندهم كاريزما زاد. تعرفوا كلمة كاريزما؟ نحبوا ولا نكره؟ حتى بن علي كان عنده كاريزما بالرجولة، كاريزما، ما نحكيش على شعمل ولا شفعل، كيما بورقيبة عنده كاريزما كثير. واحد يوقف قدام كندي ولا يوقف قدام رئيس يخلي الرئيس يهبط له ويحكي معاه وياخذ كلامه. ومازالوا في اليونيفرسيتي اوروبيان يقراوا على بورقيبة. دونك كاريزما، تو بربي هذا اللي حكيت عليهم عندهم كاريزما حما. كما قال الراجل الكبير، ربي يبارك له ويرحم والديه، قال حما حتى كان يولي رئيس يولي يعمل عركة علاش ولا رئيس، هذاك معاركي والاخر مراكزي والاخرى صبايحية والاخر يا زينة. تحيا تونس ويحيا الشعب التونسي. والامبورتون اللي نسيت باش نقولوا اللي ما عندناش لوبيات، ما عندناش الميزانيه القويه باش ندافعوا على تونس ونلموا وما يخليوناش نوصلوا نحبوا نحلوا بيرو وكل شيء. راكم vous allez défendre la dictature. Ça a été la réponse d'un administrateur du Parlement européen. ما تحلوش انتم بيرو باش تدافعوا على تونس خاطر باش تدافعوا على الديكتاتوري. هذه هي علاش ما نجموش نعملوا لوبيات. قعدت لنا فيسبوك وتيك توك وميسالش اللي بداوا يحاربوا ويناضلوا، ونحن ماناش مناضلين. اتونسيون باللي بيجون وباللي ميساج هكا من اللي تحت لتحت، وفي الاخر شكون غلب وشكون انتصر. وهذا كهو حبيت نشوف شكون عمل لي كومنتير. هاي عليا، جاوبوها انتم، جاوبوها. سلام والتحية.